خدكم معايا في جولة بسيطة في شوارع وسط البلد الجميلة. صعب انك تيجي القاهرة بدون ما تعدي او تزور وسط البلد او القاهرة القديمة. دي كانت حلم الخديوي اسماعيل، واطلق عليها ساعتها في الصحف باريس الشرق. وانت ماشي في وسط البلد هتنبهر من شكل المباني. شكل المباني كلاسيكي حافظ على جماله برغم السنين، مباني كلاسيكية من الطراز الفرنسي والإيطالي. وسط البلد بتمثل الحياة في القاهرة، فيها محلات فخمة ومطاعم قديمة وجميلة، وفيها سينمات وكمان القهاوي اللي كان بيقعد عليها الأدباء زمان والمشاهير. الشوارع، شارع وسط البلد هتلاقي محل العبد من أشهر محلات الآيس كريم اللي موجودة هناك ومشهورة في مصر عموما. هتلاقي كمان الناس كتير قوي بتحبها وبتجيلها مخصوص. هتلاحظ كمان الكتب اللي موجودة في كل مكان بمختلف اللغات، انك تنوع بين الكتب، وكمان في مكتبات قديمة جدا. وسط البلد مليانة لهجات مختلفة وناس مختلفة من كل دول العالم ومن كل محافظات مصر. مفيش حد بينزل القاهرة زي ما ذكرت قبل كده من غير ما يعدي على وسط البلد. وسط البلد مكان مناسب للخروجات العائلية، لأن زي ما ذكرت قبل كده في سينمات وقهاوي ومطاعم قديمة وجميلة، وفعلا فعلا فعلا أغلبية المطاعم اللي في وسط البلد تحفة. كمان في كافيهات على الروف بتخليكي تاخدي القاهرة كلها ووسط البلد كلها تكوني شايفاها. اعتقد دي تجربة لازم تجربوها، لان فعلا بتبقى المنظر جميل والقعدة بتبقى حلوة. ومش هذكر كافيه معين لان انتوا لو دورتوا هتلاقي كافيهات كتير وفعلا اغلبيتهم حلوين جدا. المكان هناك حلو لو انت نازل مصر ومحتاج تجيب هدايا او تذكار لاهلك او ليك من مصر، فهتلاقي هناك مختلف الاشكال والانواع وحاجات كتيرة جدا ومتنوعة، ان كان لبس، اكسسوارات، دهب، فعليا اي حاجة. احنا دلوقتي في شارع من اشهر الشوارع الموجودة في وسط البلد. هتلاقي على ايدك اليمين مطاعم وكافيهات، وعلى ايدك الشمال نفس الشيء. هتلاقي هناك اكلات مصرية اصيلة زي الكشري. هتلاقي محلات كتير برضو مش هذكر اسماء، يعني روح بنفسك واكتشف. المكان حلو، اسعاره معقولة، وزي ما قلت لكم ان المكان مناسب جدا للخروجات، ان كان مع عيلتك مع اصحابك مع اي حد. المكان حلو انك تخرج فيه وتتمشى، بتشوف فعلا قلب القاهرة، بيوت، فنادق، وميني اوتيل. لو انت محتاج تقعد هناك فعلا فعلا هتبقى تجربة جميلة. خدتكم معايا في جولة بسيطة سريعة في وسط البلد، حبيت بس اديكم نبذة عنها. وسط البلد اكبر من كده وفي حاجات كتير جدا ممكن تعملوها. لو حابين فيديوهات اكتر في وسط البلد سيبولي في الكومنتات، لو حبيتوا فيديوهات تانية في وسط البلد سيبولي في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.